السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى اعلمكم تعملوا العظمة دي، الكشري المصري بأسرار وتركات المطاعم، أسرار البصل المقرمش، العدس المفلفل المبيض اللي مش زي المعجون اللي احنا بنعملوه في البيت، الصلصة بريحتها اللي تجيبك من آخر الشارع، والمكرونة الجميلة والرز المفلفل بتاعنا بكل سهولة من غير أي وقت خالص. وأسرار بقى الشطة اللي هي كلها زيت دي، عارفين الشطة اللي هي عبارة عن تاخدي نقطتين منها تحرقلك الدنيا والدقة وكل حاجة واحدة واحدة، هنتعلمها مع بعض. عايزة أقوله لكم يلا نصلي على النبي الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا يا جماعة، طبق الكشري ده خطير 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 مع شوية مخلل بقى، حاجة تحفة. تعالوا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنبدأ نخرط البصل جوانح جوانح رفيعة قوي كده، او بالمبشرة تبشريه لو المبشرة بتاعتك حامية، بس انا المبشرة بتاعتي بردت فانا يعني عملته على ايدي، وانا بستسهل ان انا اعمله على ايدي. واللي عايزاه مقرمش يبقى بصل ابيض، مش بصل من اللي هو الاحمر بتاعنا ده، لا الكشري يعني بصل ابيض، ونقطعه رفيع جدا زي ما انتوا شايفين بالظبط كده، مش بالعرض، بالطول. ماشي. نخلص بقى الكمية اللي احنا عايزينها، يعني ناخد كل الكمية اللي احنا عايزينها وما نخليش اي واحدة شبكة متشابكة مع بعضها. كل حاجة يعني كل واحدة مش شابكة في التانية، نحاول. انا بوريكم اهو احنا ممكن نعملها بالمبشرة، بس يعني انا بحب اعملها على ايدي شايفين يا جماعة؟ بنكسر البصل نصين ونعملها ايه، يعني جوانح كده. تاني حاجة بقى نبدأ نفككها كلها، ما نخليش حاجة ماسكة في حاجة خالص. وعندك نشا تمام، عندك دقيق بس تمام، عندك دقيق على نشا تمام، ونغلفها كده بالنشا ونقدح شوية الزيت جامد، ونحط اول شوية يعني. هنا كان عندي صلصة حطيتها تفك كده في الحلة وركنتها على جنب، وحطينا مية المكرونة اهو. ما عندك الصلصة مفيش مشكلة، بتخلطي الطماطم وتحطها في الحلة تستوي بدون اي اضافات، وبعد كده لما تستوي هنشوف هنعمل ايه مع بعض بس قدام. كده انا طلعت طرحة اهي من البصل، اللون الجلد الجميل ده، وحطيت بداله هوريهولكم دلوقتي، بس احنا بننجز دلوقتي في الفيديو. ولعنا على المكرونة بتاعتنا اهي، يعني شايفين لونه قوامه مفلفل وبص تحفة ولونه جميل. المية غلت، هنحط المكرونة مع بعضها علشان نخلص يعني، ونطيبها شو جامد جدا. نطيبها يعني اللي هو ما تحتاجش اي نردها على البوتاجاز تاني. ماشي. وهنا بنحمر البصل اهو، هنطلع تاني طرحة ونحط الطرحة اللي بعد كده. كل دور هقول لكم بقى هنعمل بالزيت بتاع البصل ده ايه، هنعمل كل اكلنا يعني، احنا مش هنحضر زيت تاني او هنستعمل زيت تاني. احنا هنخلص الكمية بتاعة البصل بتاعنا اللي بنحمره، وهنرجع بقى ايه نشوف هنعمل بيها. اول حاجة اهو هنحمر الشعرية، خدنا منه شوية وحمرنا الشعرية، كوبايتين شعرية على كوبايتين رز، يعني مقدار الشعرية على مقدار الرز عشان يبقى احلى ويبقى جميل. ماشي. هنحمر الشعرية وحطينا بقى العدس بتاعنا بشوية كمون وشوية مية، وحطيناه على النار، غسلناه كويس، وبعدين حطينا عليه كمون وشوية مية وحطيناه على النار بقى يطيب معانا. هنا خلصنا بقى الايه البصل. بقول لكم البصل لازم نطلعه على حاجة ورق. انا حاطه على عيش، مفيش اي مشكلة، عيش من اللي هو بتاعنا ده بتاع الطابونة. هنا حمرنا الرز اهو، الشعرية، وكنا غاسلين الرز. نفضل بقى نقلب، نحط الرز ونفضل نقلب كويس جدا الرز مع الشعرية عشان ياخد يعني يتشمع كده ويبقى مفلفل وجميل. ونحط له شوية كمون على كزبرة وملح. بهاراتنا النهاردة الكمون والكزبرة بس والملح. ماشي. طبعا حطينا الملح اهو، وهنحط بقى المية بتاعته، مية الرز. وبعد كده على فكرة نحطها على البارد خالص اهي عشان النار عالية. كده خلصنا البصل، نقلناها على المية اهي،
خلصنا البصل هنحط بقى على المكرونه بقى التوابل بتاعتنا اللي احنا لسه متفقين عليها، ملح وكمون وكزبره والزيت اللي هو مكان الزيت اللي مكان البصل. دي بقى زودنا الطماطم كده فكناها، على ان صلصة المكرونة مبتبقاش مجمدة، بتحط لها بقى المية لما بتستوي، بتحط لها المية عليها وتسيبها تغلي، ونعمل بقى الدقة بتاعتها شوية زيت من بتاع البصل ونص معلقة توم مفروم وشوية كمون وشوية كزبرة، ونطشها عليها كأنك بتعملي ملوخية كده، وقلبي واظبطي ملحك وسيبها تغلي غلوتين 3 وبعد كده اطفي عنها. ماشي، يبقى احنا كده خلصنا المكرونة، خلصنا الرز بشعرية، خلصنا الصلصة. بنعمل بقى دلوقتي الدقة. الدقة دي عبارة عن كوبايتين خل، ملح وليمون، نص ليمونة، عايزة تستغنى عنها مفيش مشكلة. بعد كده بقى هنحط لها كزبرة وكزبرة على كمون ومعلقتين صلصة ونفضيها. اللي فضيناها بقى اللي صفيناه منها نحطوه تاني على الشطة، لانه توم وبهارات وبتاع، فاحنا هنرميها ليه؟ لا، نحطها على الدقة، على الصلصة قصدي، تزود اللون الصلصة. تعالوا بقى نعمل الشطة. شوية برضو زيت من بتاع الدقة ونحط عليه الشطة الخضراء، نحمصها شوية وبعدين نصفيها بدون يا جماعة بدون ما نحطش عليها صلصة تاني. اللي عايز يحط يحط، بس انا بنقول الشطة المركزة بتاعة المطاعم بتبقاش عليها صلصة. كده هنصفي بقى العدس بتاعنا استوى، هنصفيه ونولع على طاسة ونحطه فيها بعد ما يتصفى ونبدأ نقلبه. لو انت مستعجلة بتعلي النار وتفضلي تقلبي طول ما انت واقفة، انت مش مستعجلة وطي النار واعملي بقى. طبعا انا بقلب كل شوية، ونضفت بوتاجازي جنبي وغسلت مواعيني وهو عليه، وبرده النار وسط، يعني النار مش عالية ومش واطية، وعشان نخلص كل حاجة مع بعضها. وكده بقى معانا سر اسرار المطاعم كلها، وما خدش معانا وقت خالص، ورب اكون قدرت افيدكم. ومتنسوناش بقى في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العدس بتاعنا هيخلص هنفضيه. يلا باي. نضفوا نضفوا يا جماعة حاجتكم ورا بعضها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاني.